هاي، أنا إيمان حكيم. اللي ألهمني لدخول الإعلام هو إيماني المطلق بأنه مش مجرد مهنة أو ظهور، طبعا بعيدا عن حبي الشديد للإعلام، إنما أنا بشوف الإعلام كرسالة ومؤثر حقيقي في المجتمع، وبقدر أفكك الظواهر اللي بنعيشها وأربطها بتاريخنا بواقعنا الرقمي الحديث. أنا حد اتعلم الإعلام على أصوله، فقدرت أجمع روح صناعة المحتوى اللي بتفهم لغة المنصات والبودكاست، مدعومة برصانة الأداء الإعلامي الهادف، إن يبقى صوت هادي وصوت واثق مع تمكنه من أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات الإعلام الرقمي الحديث. أما عن ليه صوتي مهم النهاردة، فلأننا بقينا في زمن زحمة مليان صخب وتشابه، الكل بقى شبه بعض، والمشاهد العربي خلاص مل من الزحمة، مل من المحتوى التافه، وبيدور على اللي بيحترم عقله وبيخاطب وعيه. وانا صوتي ما بيبحث عن اثاره سريعه، انما بيبحث عن تقديم محتوى صادق وعميق ويشبه الناس، محتوى يسيب اثر حقيقي ويكون بمثابه خطوه مهمه في مجتمعاتنا العربيه. اما عن السؤال الاخير وهو ازاي بتحقق من المصادر والاخبار، فلان الكلمه امانه بتؤثر في الوعي وده ايماني بيها، فلازم طبعا التحقق من الخبر يكون هو المبدأ الأول اللي أنا ببني عليه المحتوى بتاعي، لأن أنا في عصر الترند، بس أنا ما بنقلش معلومة من غير ما أرجع لأصلها، سواء من وكالات الأنباء أو سواء من صاحب المعلومة الأصلي، وأقارن الروايات لضمان الحياد